رجوع كويس لفرقة النادي الأهلي بعد فترة توقف ليست بالطويلة علشان يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة ب 12 بونت من 4 مباريات، وإن شاء الله لسه اللي جاي أحلى. كابتن حسام البدري بدأ اللقاء بتشكيل 4-2-3-1. شريف إكرامي في حراسة المرمى، أحمد فتحي باك يمين، محمد نجيب وسعد سمير قلبين دفاع، علي معلول باك شمال. قدامهم 2 هاف ديفندر، حسام غالي وعمرو السولية. قدامهم عبد الله السعيد، على يمين وليد سليمان وعلى شماله مؤمن زكريا، تحت راس حربة وحيد جون أنطوي. الشوط الأول ممكن نلخصه في إن النادي الأهلي نازل ماسك كورة ومستحوذ ومنظم في بساطه، ولكن الاستحواذ دوت سلبي، بنوصل للجول بس ما بنسجلش. ده طبعا بالإضافة للهفوات الدفاعية القاتلة بتاعت نجيب وسعد اللي كانت ممكن تغير نتيجة الماتش من الشوط الأول، بس ربنا ستر. الشوط التاني كملنا استحواذنا، بس ركزنا حاجة بسيطة قوي في اللمسة الأخيرة ولكنها كانت كافية، فجبنا منها جولين بالتركيز ده اللي كان غايب عننا تماما في الشوط الأول. الجول الأول كانت جملة اتكررت كتير ناحية الشمال من علي معلول وغالي، وعلي معلول ومؤمن، وعلي معلول وعبد الله، بس ما كانش فيه تركيز في إنهاء الهجمات في الشوط الأول زي ما قلت. بس الحمد لله أنطوي المرة دي ما كسفش رجل علي معلول وسجل لنا. الجول التاني بقى جملة تانية من ناحية اليمين ما بين الكابيتانو اللي بيلعب أفضل ماتشاته من مدة كبيرة والجوكر أحمد فتحي والنسخة الفايقة من مؤمن زكريا. جملة 1-3 ابتدت عند مؤمن وانتهت بجول من رجل مؤمن برضو. تكملة الشوط التاني بقى كان عبارة عن إن غالي عمال بيعمل سروهات عالمية وإحنا عمالين بنضيع، وإكرامي عمال بيشيل في أهداف محققة. كان ممكن جدا إن إحنا نزود النتيجة لو ركزنا أكتر من كده، وكان ممكن برضو يدخل فينا أهداف كتير لو إكرامي كان تركيزه أقل من كده شوية صغيرين. سبحان الله، ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. أهم مميزات وعيوب الماتش ده بقى، نبدأ الأول بالسلبيات اللي هي العيوب، وهي ما كانتش كتيرة بس مؤثرة. أولا في الهجوم، بان قوي في الشوط الأول إن احنا كنا بنعمل جمل وبنستحوذ وبنوصل ياما قوي على الجول، بس ما كناش بنسجل. لسه حتة اللمسة الأخيرة عند المهاجمين محتاجة شغل شوية علشان نقدر نوصل لمرحلة إن احنا نستغل على الأقل أغلب الفرص اللي بتجيلنا. العيب التاني بقى هو عيب قاتل جدا في دفاعاتنا، المتلخصة حاليا في سعد سمير ومحمد نجيب الأجهز في الدفاع. الثنائي ده بيغلط كل غلطة والتانية تشيب، ولولا ستر ربنا ودعاء الأهلوية وبرضه ضعف الخصوم لسه العيب ده محدش استغله صح ضدنا. بس ده مش هيدوم كتير، ولازم كابتن حسام البدري يفوق المدافعين بتوعنا قبل ما يحصل كارثة في الدفاع ونشوف نتائج مش كويسة في المستقبل. احنا ربنا بيسترها معانا لغاية دلوقتي، بس محدش يعرف بكرة في ايه. نيجي بقى للمميزات. الماتش ده ظهر فيه مميزات كتير، وده طبيعي نظرا لضعف الخصم. اول المميزات ديت هي ان الجنبين كانوا شغالين وفعالين طول الماتش، الجنب اليمين زي الجنب الشمال. يمكن معلول شوية في الحتة الدفاعية لسه بيتطور، انما ضغطه هجوميا على الخصم بيمنع او بيقلل الضغط عليه. زي ما بيقولوا افضل طريقة للدفاع هي الهجوم، هو ده اسلوب علي معلول. يبقى اول ميزة فعالية الجانبين. الميزة التانية بقى مشاركة لاعبين الارتكاز غالي والسولية في اغلب الجمل الهجومية للفريق، خصوصا الكابيتانو اللي عمل ماتش اقل ما يوصف بيه انه عالمي بصراحة. جمل، ترقيص، دفاع، هجوم، سروهات، باصات، عامل كل حاجة في الكورة. يعني تقريبا الحاجة الوحيدة اللي ما عملهاش هي انه يجيب جول، وده مش مطلوب منه كلاعب ارتكاز اصلا. انما غير كده غالي عمل كل حاجة وشارك في صناعة هدفين. الميزة التالتة بقى رجوع لعيبة زي جون أنطوي واستمرار لعيبة زي مؤمن زكريا في التهديف، خصوصا جون أنطوي، علشان الهدف ده يديله دفعة انه يستمر ويقاتل على المكان ده ويخلق شوية منافسة بينه وبين بقية المهاجمين، ونشوف مهاجمين على اعلى مستوى ان شاء الله. ومؤمن كده بيسجل لتاني ماتش ليه على التوالي، وهي دي ميزة مؤمن، انه لما بيكون فايق بتشوف انتاجه. مع انه زعلني في الشوط الاول لانه رجع من تسلل ولعب كورة كانت واعدة لجون أنطوي، بس صالحنا كلنا الشوط التاني. يا رب يستمر على كده. اكبر ميزة بقى اللي انا عارف انكم مستنيني اتكلم عنها او عنه، شريف اكرامي لما بيكون فايق ومركز بيبقى حارس مستوى عالمي. سيبك من ان هفواته قاتلة،
انما هو النهارده فعلا ما فوتش ولا كرة جاتله خالص. حتى الشوط الاول غطى غلط نجيب وسعد في كرة غريبة قوي منهم، غير طبعا الجولين اللي شالهم بعد الدقيقة 70. كورتين يدخلوا في اتخن حارس في العالم، مش في مصر وبس، سواء الشوطة اللي كانت في المقص وشالها، او الركنية اللي محدش نط عليها من مدافعينا الجمال وهو شالها برضو. تحية خاصة للراجل ده، علشان لما بيغلط بنيجي عليه جامد قوي، فحقه لازم ياخده لما يعمل ماتش كويس. بس برضو بطالب كابتن حسام البدري انه ما يكونش ناسي بقية الحراس. هارد لك لنادي الزمالك، انتم خسرتوا من الشوط الاول في جنوب افريقيا، بس لسه الشوط التاني ما اتلعبش هنا في مصر. يا ريت مؤمن سليمان يراجع حساباته ويعالج اخطائه اللي عملها في الشوط الاول ويركز في اللي جاي، علشان هو بيلعب بفريق بيمثل مصر كلها، مش بيمثل نفسه وبس. اللي جاب الجول ده مش مارادونا ولا ميسي، ده ابن النادي تريزيجيه اللي مشرفنا بره. بالتوفيق ليك والكل محترفين بره يا تريزيجيه، بجد انتم وحشنا، وانتم لسه عندكم كتير قوي وما خرجتوش كل اللي جواكم. استمروا وان شاء الله ربنا هيكرمكم. كان معاكم هيما تيوب، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير، واوعوا تنسوا انشروا الايجابيه. سلام.